وحبيبتي ما يصدمون العرب علشان موضوع التهديد. موضوع التهديد ده عادي، انا اقدر اثبته هنا وهناك. انا جايه العراق علشان موضوع السب اللي اتسبيته بلسان حسام، بلسان حسام. حاجه تانية قالت له نبي نكمل الموضوع ترند، انا ما عندي مشكله. قال لها انا ما اصلح بالحب لان انا مريض وما اعرف لاي لحظه اموت، وهدفي اكون فكره حلوه بس على الناس ويترحموا لي. قامت هي قالت له الله يسعدك، ترى انا مش زعلانه منك وربي يسعدك ويحفظك وان شاء الله نكمل الترند عادي. قال لها ومن صدق المحل الذهب اللي شفت هذا محلي وعندي شركه تاجير سيارات وانا جاي اشتري ذهب. يا ولها وبيا برنامج انا مراسل يا ولد، انا وانا مراسل وما ادري. متناقض. تمام. في تاني هنا اهي، قال لها لايفات كلها محروقه. هاي وين مراسلك كاني؟ كتير اعرف كيف اكسب جمهور وكيف اكسبه. لما نشرت فيديوهات في حسابي كان الهدف منه حتى ناس تدخل وتصور وتنشر، ونجحت خطتي وخليت الناس كلها تصمم عندي. الله ياخذك ولا كان وين كاتب ذي الرسائل؟ كان خطه كمان حتى ناس تصدق الفيلم ويصدقوا انا احبك، ونجحت كمان وصعد اللايف اكتر، وعملت للقاء على التلفزيون حتى يصدقوا اكتر، ونضل هيك من ينزل التفاعل نعمل غير شيء. قلت بالبدايه كان مسح، بس بعد كام يوم تعلقت فيها وحبيتها. التاريخ قبل ساعتين. كل ده كلام حسام اهو. يا ولا انا حاكي مصري. المهم قال لها بالغلط الشوت السكرين شوت. هو عمل سكرين طبعا. ايه هو طبعا عمل سكرينه. تمام. زين اقول لك هاي المحادثه قبل ساعتين اندار عليك. قال لها بعدين قال لها بالغلط. فالمهم قال لها شوفي اليوم احكام حلوه وضحك جد، ضحكت من كل قلبي. المشكله يوم 15 عندي عمليه ويمكن اقعد بالبيت 10 ايام ما اقدر افتح. بس قالت له عمليه يا شو المحادثه قبل ساعتين يا ولا انا مراسل وما ادري بنفسي. قال لها لمعدتي. قال لها الجمهور حبينا سوا وما شاء الله صعد حسابك 1.5 مليون، وانا وانتي رايحين على 2 مليون. اهم شغله ندى لا تخسري حب الناس ابدا وتستاهلي، بس لو تفتحي بالانستا كان هسه حسابك فل فوق ال 200. اسمع هذه حاجه. الف رحمه على ابويكم ندى، رحم الله والديك. دعقوا هسه هي حاولت تسقطني. شوف انا ايش قايل لها هذا الكلام، طبعا هذا مو كلامي انا ما حاكيك، بس هسه شو تقولها افتحوا بالانستا على مصعد حسابي. صح انا كان هدفي انه انا اقولها افتحي بالانستغرام على مود اصعد لك الانستغرام. فهذا تشيلب هذا والله انه بلابس زي عسكري يعني والله حسافه، يعني والله حرام اغلط عليك يا اخي. انت لابس زي عسكري، زين انت عسكري جابك بنص النسوان، جابك على هاي الشغله. خل اشوف شو طلع والله النوم. ايش بيهم العرب؟ تاريخ قبل ساعتين اللي بيني وبين حسام من البدايه. اللي بيني وبين حسام تحب اقراها ولا تاخدوها انت سكرين ولا تعمل؟ لا قلب انا راح اطلعها رحم الله والديك. انا راح اسكر البث يومين ما افتح. انا اطلعها رحم الله والديك على مود ان انت همتين مزوده. وين رسائل من ندى؟ شباب ما تصوروها انتو لان هاي هي مفبركه ما ادري شو مسويه. هاكم صوروا هنا انا عندي هاكم هاي خليني امسح لكم على مود تصورونها لان هي المحادثه مالتها مزوده بيها حكي. هاكم شوفوا ام ندى راح اسكر البث يومين ما افتح، وندى ما زعلتها بس صارت احسن حتى انا اعتذر منها. شوفوا انا لهنا خوش ادمي. شوفوا المشرف تبع العمل معاها، شوفوا انا هذا سواليف. شوف هذا كله صوروه وسووا سكرين. شوفوا انا ايش قلت لهم. النوبان اقولها زي امي، خرب ابليسك خرب بوجهك. شوفوا انا ايش كاتب لهم. يلا الدللو هذا. شوفوا قلت لها راح انزل فيديو واعتذر قدام مليونين. ها من كانت ندى زعلانه رضيتها. يلا بعد شو تريدون؟ نوف شنو والله.
هاي من يوم سديت البيت هماتي انا قلت لها على مود ما زعل ندى. هاي ايش فيها ندوش. شوفوا شباب انا من تزعلنا خل اشوفكم. طبعا من ندى نزلت ستوري ذاك اليوم مريضه. شوفوا طبعا هنا هاي ورا ما هددتني. شوفوا هاي ورا ما هددتني. هنا ايش قلت لها؟ قلت لها باكر انزل واعتذر من ندى وصعدها واحده في التيك توك. هذا كلامي تمام، لا تجي تقولي عاوزه حاجه ثانيه. ها بعد ما اعتذرت. شوف طب رجعت النوب. وشوفوا هذا اخر شيء. شوفوا هاي من شفت من ندى مريضه. شوفوا ايش دزيت لها. السلام عليكم ندى فيها شيء محتاجه شيء. كان تقول فيها اشياء محتاجه شيء ما اشوف شر ما بيها للعافيه. كان الموضوع خرب وجهك. وانا ما اريد اغلط بحياتي، ما غلط. المهم يلا خلينا نلعب. خلي ذولا ينبحون وهذا المهيب خلي بس اسجل المقطع مالي على مود انا اتصرف وياه. الي والندى وتحبينا كتير. انا رديت عليه يا بابا احنا لا عايزين ترندات ولا يخصنا ترندات، خليك بترنداتك، اعمل ترنداتك على نفسك يا حبيبي. شوف حد تاني يطلع معاه ترند. بنتي مش عايزه ترند ولا مش عايزه. خلاص وقفنا الترندات يا حسام. وتوقف يومين ما توقفش يومين، اطلع ترند زي ما انت عايز مع اللي انت عايزه. بنتي مش عايزه ترند خلاص وقف الترندات. مش بنتي اللي تتهان على الله قدام امك لا اله الا الله. اي والله لوقيه هذا المهيب هذا كارثه. بعدين شباب كتب بس هذا تبع العمل معاها. هذا يعني ما ادري شو اقول لكم. بس شوفوا شواربه. والمشرف تبع العمل معاها هذا عراقي. بس شوفوا شواربه النوب لابس بدله يعني عسكريه يعني مع احتراماتي والله. حكيت يا ول انت نضحككم عيب. يا ول انت تبيع ابن بلدك يا ول. والله حسافه والله حسافه. مش نورشان اللي عندها شركه، انا عندي شركه هنا شركه يمنا بالانبار. يلا سهله حياها الله. وعايز تسجل وعايز تعمل فيلم عايز تعمل مسلسل تعالى اعمل لك في الشركه بتاعتي. يلا باي باي اروح عني ناس تعبانه. خلا كلاب وتنبح خلي ينبحون. اقول لكم شنو هاي نورشان شو اثنين. مكان معين فأنا سكرت رحت أشوف. أقول ليش هلا شو أكو يطلع الاثنين حسابيا. شنو حسابين؟ لا هيش تمام. عموما كان مبث معلق يطلع لي شنو المشاهد اللي تشوفينها شنو عندي. بتقول لي بس نروح على التصوير. شباب لو سمحتوا ارفعوا لي اللايف وارفعوا لي التكبيسات. جاش حس كلكم تعالوا شوي كبسوا لي شوي طلعوا لي التكبيس. حش إيه؟ خلي جاشك يجي شي شش. يلا خلينا نجيب غزل تغني. ضيف عمار عم بيلعب. لا بالله لحظة علينا. الو يا هلا ومرحبا. هلا غزل. هلا حبيبتي. هلا حسحس شلونك؟ وين؟ واحد اسمه المهم. أنا بحط السماعة. من وين يا نور؟ الصوت عندها يعلق. معلقة الشاشة عندها. ما بس يكتب هو مبين يمك. بحس طب على غزل حبيبتي كيفك؟ تمام الحمد لله حبيبتي. كيفك انت؟ شو الحمد لله. نص الصوت مني ما قاعد يرجع علي. على درب. جو ايه لا فيش حاجة بس هلا بخبرك بعد اللايف. كله تمام. انا قفلت عشان اجدد. حلال والله ما ناشر مو بالحساب. ماشي باي. الحين حمودي بالحساب. كبسوا يا ربع كبسوا.
كركبة بالمركبة. شباب تكبيس ارفعوا لي اياه بسرعة. قاعد يجوني طلبات انه يبغى احد رابع يدخل، مدري اذا انتم تحطون من يمكم الرابع ولا من يم. لا اعملي رفض. انت استني، انت بتعرفيهم؟ لا والله ما